السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نور بيوتي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحة جيدة ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا معايا اليوم حضرت معكم هذه الحلوى الرائعة، لا في المنظر ولا في المذاق، مكونات بسيطة. اسم ديال هذه الحلوى هذه المشوك. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو ان شاء الله في المقادير واحد مارغرين او الزبدة الخاصة بالحلويات، كأس ديال السكر سنيدة، 2 صفار بيض وبيضة كاملة. غادي نحتاج ايضا واحد خمارة وواحد فاني والدقيق الممتاز الخاص بالحلويات. غادي ناخد القصرية ديالي فاش غادي نخدم هاد الحلوى. اول حاجة غادي نوضعها هي الزبدة اللي كانت في حرارة المطبخ، كذلك غنضيف عليها كاس ديال السكر سنيدة. غادي نخدمهم مزيان مزيان حتى يدمجوا ليا هاد جوج مكونات ان شاء الله. من بعد ما خدمت هاد جوج مكونات مزيان كيف ما كتشوفوا كيوليو لي على هاد الشكل هذا، تقريبا كتذوب الزبده ديالكم وغادي تخدموها بالكف. غادي نضيف عليهم 2 صفار بيض وبيضه كامله، وغنستمر كذلك في الخلط ديالهم او الدمج ديال هاد المكونات. من بعد ما دخلت البيض في الزبده حصلت عليهم على هاد الشكل هذا، غادي نبدا ان شاء الله نضيف الدقيق. غنضيف في المرحله الاولى وغادي نخدم بالايد ديالي على هاد الشكل هذا. تحاولوا ما تدلكوش الحلوه ديالكم باش تجيكم زوينه، ونستمروا على هاد الطريقه هذه. غادي نضيف دابا كذلك الدقيق المره الثانيه، غادي نضيف معاه الفاني والخميره كذلك. غادي نخدمهم مزيان مزيان، غادي نرجع معكم ان شاء الله ملي غادي نجمع العجينه ديالي. هذا هو الشكل النهائي للعجين، كتجي رطبه كيف ما كتشوفوا، كتدخلوا الاصابع ديالكم كيخرجوا ما كتلصقش عليهم العجين. هنايا عندي بيض اللي احتفظت به، كاوكاو كونكاسي محمر، عندي هاد المعسلات في اللون الاحمر واللون الاخضر. غادي ناخد ان شاء الله اللاطه اللي غادي ندخلها للفران، وضعت فيها ورق الزبده. غادي نبدا ناخد العجين وغادي نلولبها بالايد ديالي، طريقه سهله جدا. غنلولبها على هذا الشكل هذا. اختاروا القياس اللي بغيتوه. غادي نديرها في بياض البيض، غادي ندوزها في كاوكاو اللي سبق قلت لكم محمر وهرمشتو على شكل كونكاسي. غادي نوضعها في اللاطه، ناخذ حبه من المعسلات وغادي نوضعها ليها في الوسط، كتعطي منظر رائع وزوين. غادي نعاود معكم ان شاء الله الحبه الثانيه. كذلك غندوزها في بياض البيض وغادي ندوزها في كاوكاو كونكاسي.
غادي نوضعها في اللاطه، وغادي نوضع فيها معسله خضراء كما كتشوفوا كيجي في المنظر رائع. غادي نستمر في الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هي كما شفتوا كملت الكميه اللي عندي، غندخلها للفران طيب وغنرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالي او المشوك، كيجي رائع وهشيش ومكونات بسيطه، وتحمروا به وجهكم قدام الضيوف ديالكم. باي باي عليكم، من القناه ان شاء الله في فيديو جاي او وصفه مقبله. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، بارطاجيو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده على الجميع.